دوري الابطال والشهير 2007 3-0 2007 للنادي الهلال وصل للسيمي فاينل. فريق كان قوي جدا في تلك السنوات. نادي الهلال كان خرج في نصف النهايه من النجم الرياضي الساحلي ليتوال. يمشي كرة سهل الشناوي في المتابعه وضربه المرمى بعد البدايه الواعده. رجع اللقاء محصور في وسط الميدان. مباراة تكتيكية. بنجي صحيح الخسارة ممنوعة ولكن أيضا حتى التعادل في رأيي ممنوع. أعتقد إذا الهلال ما يربحش الجولة الثانية ضد جاره وشقيقه الأهلي بعيدا عن الدبلوماسية والكلام اللي يزوق والكلام اللي يزين والكلام الملون، إذا ما يربحش اليوم الهلال باي باي أفريقيا، يعني بالسطر وبالبنط العريض. ترجع كرة للفريق السوداني. ترجع كرة طويلة خطيرة وبرافو عبد المنعم، موجودة من محمد عبد المنعم يعمل كنترول. غربال مازال ما عملش الكنترول وفشل في الترويض والكرة تفشل أيضا. القدم المصرية في ترويضها. ضاعت الكرة على طاهر، تمشي من ضربة تماس لنادي الهلال. كرة عن طريق مجموعة توتال سبور، مجرد حضور وتشريف. والهلال انت والمباراة هذه الهلال يبقى اوتسايدر في الجروب هذا. مجموعة صعبة حديدية على الهلالي في وجود الاهلي والسان داونز. الكرة تمشي وتدور، يمشي فرقة السودان الأكثر تتويج مع المريخاب والأكثر حضور في الكؤوس الأفريقية مع الجار. أول مواجهة قارية للأندية بين مصر والسودان دارت في عام 67، كانت لحساب الأندية البطلة، وطبيعي في ذاك المعطى التاريخي ستكون فقط كأس الأندية البطلة، لأنه نعرف كأس الكؤوس بدأت في 75 بتتويج تونير ياوندي الكاميروني، والكاف انطلقت في 92 وكان بطلها الأول شوتينج ستارز النجوم القاذفة من نيجيريا. أول ديربي في الكؤوس الافريقيه مصري سوداني سوداني مصراوي كان في 67 بين الاولمبي السكندري المصري ونادي الهلال السوداني. 1-0 الذهاب في الخرطوم، سجل هدف عز الدين يعقوب للاولمبي السكندري المصري. وفي الاياب في مصر 3-1 للاولمبي من جديد. هنا كرة جديدة، الاهلي بادئ بضغط، الاهلي بادئ بفرص من اول ربع ساعة مع